السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبنا في بريب 2 تانية اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنشرح يونت 2 ليسن 2 ونقفل يونت 2 وهو درس الليفرز. درس جميل جدا سهل جدا، بيتكلم عن الليفرز او الرافعات. ايه الليفرز او الرافعات دي؟ تعالى كده نفهم مع بعض الدرس كده بيتكلم عن ايه. درس جميل جدا وسهل جدا، هيعجبك جدا ان شاء الله باذن الله. بص كده يا ولاد، بص يا ولاد، دلوقتي احنا عندنا ماشينز. يعني ايه ماشينز يا ولاد؟ آلات. طبعا احنا في حياتنا بنستخدم شويه ماشينز، ولسه قايل لك يعني ايه شويه ماشينز؟ يعني شويه آلات. طب خليني اسالك سؤال، هو انا ليه احنا بنستخدم ماشينز او آلات في حياتنا اليوميه؟ تقول لي والله يا مستر الآلات بتوفر عليا شويه وقت ومجهود كتير. الله ينور عليك. فاحنا بنستخدم الماشينز لان هي تولز. يعني ايه تولز او انسترومنتس؟ يعني ادوات. بيسيف يعني بيوفر، tools that save بيوفروا time بيوفروا وقت and effort ومجهود. فبالتالي احنا بنستخدم الماشينز لان هي بتوفر تايم وافورت، فدي بتكون حاجه جميله جدا لينا. تخيل كده يا صديقي، لو انت بتعمل مهمه والمهمه دي بتاخد منك ساعات طويله جدا ومجهود مش طبيعي، لو جبت ماشين او آلة، الآلة دي لو استخدمتها هتوفر عليك وقت وهتوفر عليك مجهود كبير جدا. يعني على سبيل المثال التاور كرين. سمعت قبل كده عن التاور كرين؟ ايه التاور كرين دي يا مستر؟ مثال لذيذ جدا. التاور كرين يا اولاد لما يجوا يبنوا سكاي سكريبر او ناطحه سحاب، يعني ناطحه سحاب او سكاي سكريبر، بيجيبوا كرين. الكرين دي بتكون عامله كده بالمنظر ده. لا مش بالمنظر ده قوي، يعني كده اهي، وتقوم خارج كده من هنا بالمنظر ده، وبيبقى نازل من هنا كده يا صديقي حبل، والحبل ده بيستخدموه علشان يشيلوا بريكس، طوب كتير وكبير في الحجم. ياخدوا الطوب دون من تحت يطلعوه لايه؟ لفوق. على فكره بنشوفها عندنا كمان في المباني لما يجوا يبنوا عماره. لما يجي يبنوا عماره بتلاقي ان هما في زي آلة كده هو بتنزل بحبل، صح؟ من فوق العماره، من سطح العماره. بعد ما ينزلوا الحبل دي يقعدوا يحطوا طوب ورمل، طوب ورمل، طوب ورمل. بعد كده بالآلة دي يقوموا رافعين الطوب والرمل ده كله تاني لايه؟ لفوق. انت شفت ده ماشين، دي آلة. انت شفت الآلة دي وفرت علينا وقت قد ايه ومجهود قد ايه؟ تخيل لو الآلة دي مش موجوده، كان هيضطر العمال يشيلوا الرمل والطوب بكميات قليله ويعملوا مجهود كبير جدا عشان ياخدوه من الدور الارضي للدور اللي ايه؟ اللي فوق. بس بسبب وجود الماشين دي زي دي بدات توفر علينا ايه؟ وقت ومجهود جبار. فهي دي الماشينز. الماشينز زي التاور كرين كده بتوفر علينا وقت ومجهود جبار، فبالتالي بقينا بنعمل مهمات بصوره احسن. فبقينا نستخدم التاور كرين علشان كاري البريكس. يعني ايه بريكس؟ عن الطوب. بنحمل البريكس او الطوب او الستونز من تحت لفوق. غير كده يا صديقي طلعها لفوق وبعد كده تنزل تاني تجيب بريكس تاني وهكذا. غير كده يا صديقي التاور كرين دي تعتبر كومبلكس ماشين. يعني ايه مستر كومبلكس ماشين؟ يعني آلة معقدة. هي مش آلة بسيطة، هي آلة معقدة جدا. طب مستر هي ليه كومبلكس ماشين؟ ليه آلة معقدة؟ كومبلكس يعني معقد. هي ليه آلة معقدة يا مستر؟ لأن الآلة دي بكل بساطة شديدة بتتكون من many simple machines. يعني كذا آلة بسيطة مع بعض. مش فاهم يا مستر؟ فهمني تاني. حاضر. يعني بص كده يا ولاد، الجزء ده ماشين والجزء ده ماشين والجزء هنا ماشين، فانت معاك 3 ماشينز. الثلاثه ماشينز دول مع بعض عباره عن سمبل ماشينز، آلات بسيطة. الثلاثه مع بعض يعملوا لك ايه؟ يعملوا لك كومبلكس ماشين، آلة معقدة. فالآلة المعقدة اللي انت شايفها دي بتتكون من آلات كتير بسيطة جدا. دي فكره التاور كرين، وهتلاقيه مكتوب عندك طبعا. وانت عايز الملزمه دي هتلاقي اللينك التشانل بتاع التليجرام، قناه التليجرام. قلنا قبل كده قناه التليجرام موجوده في الديسكربشن بتاع الفيديو. بص على الديسكربشن، افتح الديسكربشن بتاع الفيديو هتلاقي لينك قناه التليجرام، دوس عليها هيدخلك قناه التليجرام بتاعتنا. اتاكد انت موجود فيها علشان هتلاقي عليها البي دي افات دي اللي احنا بنشرح منها، عشان تعرف تشوف كل حاجه قصاد عينك كده وايه تترجم الدنيا قدامي. بص كده الجزء ده اتكلم عليه، عامل لك كده زوم عشان كل حاجه اهو. الماشينز. وات از ا ماشين؟ ايه هي الآلة يا ولاد؟ a tool used by humans. آلة بنستخدمها ليه؟ عشان بتسيف التايم والإفورت أو بوث، بتصفر وقت أو مجهود أو الاثنين while doing work، واحنا بنعمل ورك أو شغل. تمام؟ طيب الاكزامبل اوف ماشين اخدنا مثال هو مين يا ولاد؟ التاور كرين. ودي كومباوند ماشين. يعني ايه كومباوند؟ اكتب معناها. كومباوند هي كومبلكس. تاني
compound هي complex. يعني ايه compound؟ يعني معقد. compound هي complex معقده، هي آلة معقده. طب هي ليه آلة معقده؟ عشان زي ما اتفقت معاك made of او بتتكون من several simple machines. يعني ايه several؟ قلت لك several يعني many، يعني كتير، يعني كذا آلة بسيطه مع بعض شغالين مع بعض، فبيعملوا لك ايه؟ آلة معقده. طيب it is used to lift heavy. يعني ايه lift؟ ترفع. lift يعني ترفع، بترفع ايه؟ heavy concrete blocks. يعني ايه concrete blocks يا مستر؟ يعني بلوك يعني طوب، وكونكريت يعني اسمنت، يعني طوب الاسمنت بنستخدمه عشان نرفع طوب الاسمنت ده لايه يا ولاد؟ لفوق. when building tall buildings، لما نيجي نبني المباني الايه يا ولاد؟ الطويله. فاحنا what is it used for؟ الاستخدام بتاعه والايه importance بتاع تاور كرين يا ولاد؟ left heavy concrete blocks. تاني اللي بتاعتها left heavy concrete blocks، ترفع. ليفت يعني ارفع، وكونكريت يعني من الاسمنت او اللي هو الكونكريت، ايوه اسمنت، وبلوك اللي هو طوب معمول من الاسمنت، ترفعه المباني الايه؟ في المباني الطويله جدا، فبتسيف تايم وافورت. طيب تعالى كده نعرف انواع الماشينز اللي عندنا. بص كده دي كل انواع الماشينز اللي عندنا، تعالى كده نقولهم مع بعض. اول ماشين معانا هي، بص كده يا ولاد، البولي. تعالوا نعرف ايه ماشين البولي. خلي بالك الماشينز دي موجوده من زمان جدا، الالات موجوده من زمان، مش حاجه جديده. احنا من زمان بنحاول نصنع الات، حتى لو كانت اله بسيطه خالص، بس من زمان واحنا بنحاول نصنع الات. ليه؟ عشان توفر وقت ومجهود. حتى العربيه البسيطه دي تعتبر آلة. انت عارف لو زمان ما كانش في عربيه، كانوا ازاي بيتنقلوا ما بين الدول او ما بين مكان لمكان؟ عن طريق الحصان والجمل. انت عارف عشان كان مثلا الشخص يسافر، زمان بقى ما كانش فيه بقى طيارات بقى ولا عربيات وكده، عشان شخص يسافر مثلا من مصر للسعوديه ده محتاج يركب جمل ويعدي بقى بشبه جزيره سيناء بقى ولفه كده كبيره، كان ممكن ياخد في الرحله دي شهرين 3 شهور عشان يروح من مصر للسعوديه. انما دلوقتي هي طياره في ساعه ونص توصلك. انت متخيل؟ بص علينا وقت قد ايه؟ من 3 شهور لساعه ونص. انت متخيل الفكره؟ فبالتالي وجود الالات سهل علينا الدنيا بشكل مش طبيعي، سهل، عمل سيفنج للتايم والافورت. بصوا بقى يا اولاد، اول اله او من اولى الالات اللي احنا شفناها قبل كده واحنا زمان قوي يعني، هي اله البولي. جايه من اسمها بول. يعني ايه بول يا مستر؟ بول يعني اسحب، سحب، شد. عارفه الباب مكتوب عليه بول فبتسحب الباب. طبعا في ناس اللي بتلخبط بين البول والبوش، في ناس بقى انا عارفه الناس دي، الباب يكون مكتوب عليه بول يقوم زائق، يا لهوي، بول يعني اسحب يا حبيبي، ها، بول يعني اسحب. فالناس بتشوف كلمه بول يقوم حبيبي بولي يعني اسحب، تمام؟ فبولي يعني السحابه، بولي سحابه بتسحب. بص كده يا ولاد، زي ما انت شايف كده الحبل ده بيبقى عامل ايه؟ حبل متوصل بعجله كده من فوق. حضرتك لما تسق لتحت، لما اشد الحبل ده لتحت، انا هشد لتحت صح؟ الصندوق ده هيطلع ايه؟ الصندوق ده هيطلع فوق، صح؟ فالبولي هنا وظيفتها ايه؟ البيربس يعني الفانكشن، الوظيفه او الامبورتنس، الاهميه. ايه وظيفتها؟ اللي انا عملت الفورس بتاعتي لتحت فالصندوق طلع لفوق. يعني ايه اللي حصل للدايركشن اوف فورس او اتجاه الفورس؟ اتغير. الدايركشن اوف فورس اتغير، انا عملت فورس لتحت الصندوق طلع لفوق. change direction of force when lifting or lowering loads. لما برفع او بنزل اللود اللي هو الحمل زي الصندوق، اللود ده يعني زي الصندوق، الصندوق ده يا ولد يعتبر لود، حمل. طيب عندك الماشين الثانيه، سمبل ماشين ثانيه، inclined plane اللي هي مزلاق زي ده. طبعا الانكلايند بلين ده يا ولاد اللي هو زي ده بيكون موجود مثلا في المستشفيات، في البنوك، جنب اي سلم بننزله عادي هتلاقي فيه زي انكلايند بلين كده، مزلاق. ليه؟ علشان طبعا الناس اللي هم ذو الهمم اللي ممكن بيكونوا بيستخدموا كرسي، فنقدر نجيب لهم انكلايند بلين عشان يعرفوا يطلعوا ايه عليه، لان هو لو ما عندهمش انكلايند بلين هنضطر نشيلهم من الكرسي وحد يطلعهم وحد بعد كده يطلع الكرسي، فهناخد شويه وقت وشويه مجهود. بالاله البسيطه دي يا ولاد بنسيف ايفورت، بنوفر وقت كبير جدا when moving objects، لما نحرك الاوبجكتس يا ولاد. طيب تعالى على التول الثالثه. التول الثالثه والرابعه والخامسه والسته، ناخد السته بقى ايه كلهم مع بعض. ناخد الثالثه الرابعه الخامسه والسته كلهم مع بعض، مش حاجه اصلا، احنا عايزين السته اهم واحده اصلا اللي بيتكلم فيها الدرس كله. الدرس كله بيتكلم عن السته دي. تعالى بقى من اول رقم 3، ويل اند اكسل، العجله. بص على الويل اند اكسل زي هنا بالظبط، عشان افهمها لك بطريقه ابسط شويه. شفت الصناره؟ عارفين الصناره بنصطاد بيها سمك. لما حضرتك ترمي الصناره بتقوم عامل كده وتقوم حادف، صح؟ حلو. الصناره بتقوم نازله في النهر او في البحر ايا كان،
لحد ما السمكه او لحد ما الصناره تمسك في سمكه او سمكه تمسك في الصناره. حد في مشكله؟ هتلاقي طب انت بقى عامل ايه بسرعه؟ تبدا تعمل ايه؟ تبدا تسحب الويل اللي موجود على الاكسل. تبدا تسحب تسحب تسحب. مش هي بتبقى عامله زي العجله؟ هي عجله بتشدها كده، العجله اللي بتسحب لورا بتبقى عامله زي العجله بتسحب لورا. هي دي الويل والاكسل. الويل والاكسل لما تسحبها، الحبل اللي انت رميته بتاع الصناره يبدا يرجع لايه؟ يبدا يرجع لورا ويزق مع السمكه اللي وسطها. فهمت الفكره؟ دي فكره الويل والاكسل. دي بتكون multiplies forces or increases speed. الفكره كلها ان الويل اكسل دي بتقوي قوتها. يعني ايه يا مستر بتقوي قوتها؟ او بتقوي القوه اللي انت بتعملها. يعني ايه يا مستر؟ يعني انت صديقي لو حاولت تمسك الحبل بتاع السمكه ده بايدك، الحبل ده هيعمل ايه؟ هيفلت من ايدي. انها بسبب وجود الويل والاكسل انا بعرف اشد الحبل ده لايه؟ لورا واشد السمكه. زي برضو اللي بيكون موجود في البير. شايف دي اهي، دي ويل متوصله بالاكسل. ادي الاكسل اهي. طبعا يا صديقي كل ما تشد الويل كل ما البرميل بتاعه يطلع لايه؟ لفوق. فانا بشد الويل، بشد العجله، بقعد اشدها كده اهو، فالبرميل يطلع لفوق عن طريق الاكسل. دي الويل والاكسل. multiplies force او increases السبيد، بتزود السرعه او الفورس بتاعتي. طيب رابع واحده معانا وهي الويدج. ايه الويدج دي يا اولاد؟ الويدج يا اولاد اهي، بص كده يا اولاد. زي ما انت شايف انا جبت زي حديده عامله كده اهو، حديده عامله زي المسمار زي ما انت شايف. قمت جاي كده اهو بالشاكوش، جايب حديده كده اهو، تخيل معايا المنظر كده اهو، انا جايب حته خشبه حلو وحاطط عليها زي مسمار، وقمت جاي كده شاكوش قمت ضايق المسمار ده. فبالتالي يا صديقي المسمار ده دخل جوه هنا، المسمار اتزنق جوه الخشبه، هيعمل لك المنظر ده. المنظر ده كده يا صديقي بنسميه الويدج. طب ايه فايدتها؟ اللي انت برضو عملت تشينج الدايركشن اوف ذا ابلايد فورس. زي مين؟ زي اول واحده خدناها. فاكر اول واحده خدناها من شويه؟ تشينج دايركشن اوف ذا ابلايد فورس. نفس الفكره بالظبط، نفس فكره مين؟ البولي. فاكر البولي كانت تشينج دايركشن اوف فورس برضو. طيب تعال على رقم 5، جيرز اند بيلتس. جيرز اللي هو التروس او الترس، الترس تمام، الترس. والبيلتس اللي هو الحزام. بص يا صديقي، عارف العجله اللي بنركبها؟ العجله اللي بنركبها اللي بنسوقها، لما تيجي تبص على العجله دي هتلاقي ان العجله دي فيها بداله، البادل اهي. البداله حضرتك البداله متوصله بايه؟ متوصله بترس. شايف ده يا ولاد؟ ده جير، وفي ورا جير تاني، والتو جيرز دول الترسين، ده ترس وده ترس. الجير يعني ترس، عندك ترس اهو وترس تاني اهو. الترسين دول متوصلين بايه؟ بحزام. الحزام ده بنسميه ايه؟ بيلت. طب ايه المشكله يا مستر؟ عزيزي الطالب لما حضرتك تلف البدل الجير دي هتبدا تلف، فلما الجير يلف البلت ده هيتشد، والبلت لما يتشد الجير اللي ورا هيلف، والجير اللي ورا ده متوصل بالايه؟ بالعجله. العجله اللي ورا، فالعجله اللي ورا تبدا ايه؟ تتحرك، فالعجله تمشي. حتى بالاماره البلت ده على فكره بنسميه برضه بزنجير، اللي هو الزنجير بتاع العجله. لو اتفك مهما بدلت، لو البلت ده اتفك من ورا مهما بدلت العجله مش هتتحرك، لان الترس اللي ورا ما بقاش بيتحرك. فبتقوم جايب كده البلت او الزنجير وتركبه تاني في الترس اللي ورا. اول ما تركبه في الترس وتبدل هتلاقي العجله اتحركت تاني عادي جدا. فهمنا الفكره يا ولاد؟ الفكره يا ولاد ده اسمه الترس والاحزمه. لما بتكون عندك كذا ترس متوصلين بحزام واحد، لو ترس واحد لف هتلاقي الجيرز كلها او التروس كلها عشان متوصلين على نفس الحزام هم كمان عملوا ايه؟ لفوا معاه. فهمت الفكره؟ طيب دي الجيرز والبيلتس يا ولاد. اخر حاجه بقى ودي اللي جايين نتكلم عليها بقيه الدرس كله، الليفرز او الرافعات. الليفرز او الرافعات دي مش آلة واحده يا صديقي، دي مجموعه من الآلات موجوده من زمان جدا، مكمله معانا لحد النهارده، وبنكتشف منها آلات جديده. الليفرز او الرافعات ادوات مهمه جدا في حياتنا، مش آلة واحده، دي مجموعه من الادوات. الليفرز يا ولاد بنستخدمها عشان نلفت، يعني نرفع او نموف لودز او نحرك لودز من مكان لمكان. ودي اللي هنذاكرها في الليسون ده يا ولاد، الليفرز. تعالى كده افهمك يعني ايه الليفرز دي. مين هي الرافعات؟ تعالى كده نتكلم على
الرافعات او الليفرز. بصوا يا ولاد، الليفرز نتكلم عليها كده بقيه الدرس. الليفرز يا صديقي نعرف يعني ايه ليفرز او رافعات. هي عباره عن ريجيد بار جامد شويه، ريجيد تقيل او جامد شويه. ريجيد معناها تقيل او جامد، وبار الفكره كلها يا ولاد ان البار ده بيكون عنده شكل معين. بص كده يا ولاد، اعرف شكله عامل ازاي. الشكل بتاعه بيكون عامل كده. عشان افهمك شكله هفكرك بالمرجيحه اللي كنت بتلعب عليها انت وقرايبك وانت صغير. فاكر المرجيحه يا ولاد اللي انت بتقعد هنا واصحابك وقرايبك بيقعد هنا وتقعدوا تلعبوا، اللي كنا بنسميها الميزان؟ فاكر لعبه الميزان؟ انت تقوم نازل فقريبك يطلع لفوق، فقريبك يقوم قاعد نازل فانت تطلع لفوق. الميزان بتقعدوا تلعبوا مع بعض. لعبه الميزان واحد يقعد هنا والتاني هنا، ده ينزل فده يطلع لفوق، فده يضغط فده التاني يطلع لفوق. لعبه الميزان ده اقرب تشبيه للليفر. الليفر يا ولاد عامل زي لعبه الميزان بالظبط. لو جيت تركز هتلاقي لعبه الميزان دي مقسومه لثلاث حاجات. بجد يا مستر؟ اه طبعا. اول حاجه النقطه اللي في النص اللي بتكون هنا، ده يا ولاد هي مش في النص قوي كده، استنى كده يا ولاد، ممكن هنا شويه دي يا ولاد بنسميها الفالكرم. مستر معلش ايه الفالكرم دي؟ ما لسه قايل لك، دي النقطه اللي موجوده في النص، الفالكرم، واختصارها بيكون اف. تاني اختصارها بيكون ايه يا ولاد؟ اف. يبقى فالكرم واختصارها اف. حد في مشكله؟ حلو. فانا دلوقتي معايا الفالكرم واختصاره اف. طيب ايه كمان؟ بص يا صديقي، حضرتك بكل بساطه شديده بتعمل ايه؟ بعمل جهد او effort. فلما بعمل effort انا هنزل لايه يا صديقي؟ لتحت. ده هنا الجزء ده اللي انا قاعد عليه هنا، ده الافورت بتاعي، المجهود بتاعي. والافورت يا عزيزي الطالب اختصاره بيبقى اي. حد فيه مشكله؟ الدنيا زي الفل. طيب انت لما تعمل effort او مجهود هتنزل لايه؟ لتحت. فلما تنزل لتحت قريبك اللي قاعد الناحيه الثانيه هيعمل ايه يا صديقي؟ هيطلع لفوق. كلام جميل جدا. الفكره بقى ان قريبك بيقاومك وهو طالع لفوق، بيعمل عليك مقاومه وهو طالع لفوق، بيقاوم. عارف يعني ايه مقاومه؟ يعني ريزيستنس. وهو ده الجزء الثالث اللي بيكون موجود هنا، اللي هو قريبك، الاوبجكت اللي انا بحاول احركه. الاوبجكت اللي انا بحاول احركه وهو بيقاومني وانا بحاول احركه بيقاومني بسميه ريزيستنس، مقاومه. لان عاده الاوبجكت اللي انا بحاول احركه بيقاومني، مش بيتحرك كده على طول، لا هو بيبقى فيه شويه مقاومه، فريزيستنس. واختصار الريزيستنس بيكون ال مش ار. تاني اختصار الريزيستنس ال مش ار. يبقى تاني ايه الفرق بين الثلاث حاجات دول؟ الفولكرم دي النقطه اللي في النص ما بين مين ومين؟ ما بين الافورت والريزيستنس. الافورت ده المجهود اللي انا بعمله، مجهود المبذول. الريزيستنس الاوبجكت اللي انا بعمل عليه الايفورت دون، او الاوبجكت ذات اي ام تراينج تو موف، الاوبجكت اللي بحاول احركه. فانا كده معايا كام مفهوم مهم هون؟ ثلاث مفاهيم مهمه. يبقى انا معايا الفولكرم والريزيستنس والافورت اهو عشان نفهم اكتر. بصوا يا ولاد، ادي الفولكرم بتاعي اهو، تمام؟ ده ايه يا ولاد؟ الفولكرم بتاعي في النص اهو. عندك الافورت اهو هينزل لي، بص عامل لك سهم تحت عشان هنزل لتحت. فلما اضغط لتحت اعمل افورت لتحت، الريزيستنس ده يعمل ايه؟ الخشبه دي هتعمل ايه يا ولاد؟ او الطوبه دي هتعمل ايه؟ هتقوم طالعه لايه؟ لفوق. تمام يا ولاد؟ فانا عندي الافورت، الفورس او الافورت بنسميها فورس او افورت، دي يا ولاد الفورس ابلايد، دي القوه اللي انا بطبقها. فانا معايا تاني يا ولاد، تاني يا ولاد، معايا الافورت دي الفورس ابلايد، القوه اللي انا بطبقها تو موف عشان احرك الريزيستنس او اللود او الاوبجكت الجسم يعني. ومعانا الريزيستنس. طب ايه الريزيستنس دي يا اولاد؟ الريزيستنس دي الاوبجكت that I'm trying to move، اللي بحاول احركه، او الاوبجكت
that the force is applied on الobject اللي الفورس بتتعمل عليه. object that I'm trying to move أو object that effort is applied on أو object that changes بعد ما أغير الإيه الإفورت أو أحط عليه effort is applied on. ومين الفالكرم؟ الفالكرم ما هي إلا mid point between ما بين مين ومين؟ الافورت اللي اختصارها اي والريزيستنس اللي اختصارها ال. فهمنا الفكره يا ولاد؟ فكره جميله جدا جدا جدا. حتى الان فهمنا عن ايه ليفر. فلو جيت قلت لك واتس meant باي ليفر، يعني ايه ليفر؟ هتقول لي الليفر هو عباره عن ريجيد بار. طب الريجيد بار ده يا صديقي ماله؟ اهو الريجيد بار ده ستريت او كيرفد موفز اراوند ايه يا ولاد؟ بيتحرك حوالين مين؟ انا كنت بتحرك حوالين مين يا ولاد؟ موفز اراوند مين؟ الفالكرم. تمام؟ and is acted upon during وبيتصرف عليه قوه بنسميها ايه يا ولاد؟ effort وريزيستنس او اللود. يبقى تاني يا ولاد، تاني يا ولاد، هو rigid bar moves around a pivot point. البيفت بوينت يعني نقطه في المنتصف، او moves around fulcrum على طول بدل pivot point، الاثنين صح. تمام؟ and acted upon وبيتصرف عليه two forces قوتين by الeffort force والresistance force. by effort and resistance وبيتصرف عليه effort وresistance. ده معنى كلمة ايه يا اولاد؟ الليفر. فيها مشكلة؟ كلام جميل جدا. طيب انا عايزك تركز قوي هنا. شايف المسافة اللي من هنا لهنا يا ولاد؟ تاني المسافة اللي من هنا لهنا، شفت المسافة دي يا ولاد؟ هذه المسافة اللي من الافورت لحد الفولكر، المسافة دي. المسافة دي يا صديقي احنا بنسميها تاني ما بين الافورت والريزيستنس. شايف الفولكرم؟ شايف المسافة دي من الافورت للفولكرم؟ بسميها ارم، ذراع، ذراع، ارم، ايد. بسميها efforts arm، ذراع الافورتس. يبقى مين هي الافورت ارم يا ولاد؟ واتس مينت باي افورت ارم؟ دي المسافه. يعني ايه مسافه؟ distance. المسافه دي ما بين مين ومين؟ effort and fulcrum. يبقى واتس مينت باي efforts arm؟ distance between، مسافه ما بين effort and fulcrum. طب بص كده الناحيه الثانيه يا ولاد، هنا برضو عندي مسافه. شايف المسافه دي؟ نفس الفكره، هسميها برضو ارم، ذراع او دراع. يعني ايه ارم؟ ارم ايد. بس الارم دي ما بين مين ومين؟ فالكرم وريزيستنس، فهسميها ريزيستنسز ارم، ذراع ريزيستنس. فانت معاك كده كم مفهوم مهم، 5 مفاهيم. ازاي يا مستر؟ ادي 1 2 3 4 و5. ايه الفرق ما بينهم الخمسه؟ حالا. الفالكرم دي الميد بوينت، النقطه في المنتصف، او البيفت بوينت، او البيفت بوينت ما بين مين ومين يا اولاد؟ ايفورت ولود او ريزيستنس، لود او ريزيستنس. طيب الايفورت ده الفورس اللي انا بعملها، القوه اللي انا بعملها اللي بتتقاس بالنيوتن. وخلي بالك بما ان هي فورس، فالفورس دون لازم يكون يتقاس بالنيوتن، عشان اي فورس في الدنيا بنقيسها بالنيوتن. تمام؟ عشان دي قوه انا بعملها. فلما بعمل قوه بحرك مين؟ ريزيستنس. الريزيستنس ده هو اللود، اللي هو اللود او الاوبجكت that I am trying to move او object that the force is applied on، الحاجه اللي بطبق عليها هذه القوه. طيب عندك بقى تو ارم، عندك effort arm وريزيستنس arm. ايه الفرق؟ effort arm ده distance between، من اسمها effort يبقى distance between effort and fulcrum. طب resistance arm العكس، distance between fulcrum and resistance. كده معانا كام مفهوم مهم؟ 5 مفاهيم اهو، وهتلاقي ال5 مكتوبين عندك هنا اهو يا صديقي اهو. effort force applied to move the load. طيب الريزيستنس او اللود the load that is moved by the force، اللود اللي هو بيتحرك. طيب الفالكرم the point around which lever rotates، هي البوينت اللي من خلالها الليفر بيلف. طيب effort arm distance between الفورس او الeffort and the fulcrum. resistance arm distance between the point of application of the resistance and the fulcrum. تمام يا ولاد؟ كده احنا عندنا كام مفهوم مهم اهو؟ 5 مفاهيم مهمين جدا.
طيب تعالوا بقى ناخد اللو اوف ليفرز يا اولاد، او قانون الليفرز. بص كده يا صديقي، معانا قانون مشهور جدا اسمه اللو اوف ليفرز، قانون الليفرز. هذا القانون مشهور جدا 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 في علم الليفرز، مشهور، قانون ثابت. القانون ده بيقول لك لو انت جبت الافرت، تاني جبت ايه يا اولاد؟ الافرت باي its arm. يعني ايه يا مستر its arm؟ يعني الافورت باي efforts arm. لو عملت effort باي effort arm هيبقى equal للريزيستنس باي its arm. طب مين its arm دي يا مستر؟ اللي هي الريزيستنس arm. يعني لو عملت effort باي effort arm هيبقى equal للريزيستنس باي ريزيستنس. يعني يا مستر لو عملت ده باي ده الناتج هيبقى equal لده باي ده، بالظبط كده. ده اللو اوف ليفرز. يبقى ايه هو اللو اوف ليفرز يا اولاد؟ effort باي its arm او effort باي effort's arm equals resistance باي its arm او resistance باي resistance arm. ده قانون ثابت في علم الليفرز، ده اسمه لو اوف ليفرز. يبقى واتس meant باي لو اوف ليفرز؟ effort product of effort باي الeffort arm equal للبرودكت اوف ايه؟ الريزيستنس and the resistance arm. خلي بالك اللود هي الريزيستنس، يبقى effort by its arm equal resistance by its arm. تمام يا ولد؟ اهو effort by its arm او effort by effort arm equal resistance by resistance ايه يا ولاد؟ arm، زي ما انت شفت كده. طيب مديني اكزامبل اهون، تعالى نحل المثال ده ونشوف هنحله ازاي. بص كده يا صديقي، بيقول لك if the mass of the man is 60 كيلو جرام. معايا وزن راجل. تعالى كده نحل اكزامبل كده مع بعضينا، نعمل كده صفحه بلانك، صفحه كده جديده، ونحل الاكزامبل ده عشان نفهم نحله ازاي. ادي اكزامبل اهون، نكتب كل حاجه ومديها لي كده على جنب. قال لك يا صديقي ان الماس بتاع المان، وزن الراجل، سوري كتله الراجل 60 كيلو جرام. ماشي. ايه كمان بعديها؟ قال لي ايه؟ ماشي. What is the mass of the boy when the swing is balanced؟ يبقى ايه هو الماس بتاع البوي؟ تمام. عايز الماس بتاع ايه يا اولاد؟ البوي. عايز الماس بتاع البوي يبقى بكام؟ ماشي. ومديني ايه كمان يا صديقي؟ ومديني الماس بتاع المان زي ما اتفقت معاك ب 60 كيلو، مديني الجرافيشنال اكسلريشن او الجرافيتي بكام يا اولاد؟ ب 10 متر بير سكند اور 2. ماشي، يبقى انا كده معايا الجرافيتي ب 10 متر بير سكند اور 2. طيب معانا ايه كمان؟ معانا يا صديقي الافورت ارم واللود او الريزيستنس ارم. الافورت ارم 1.5 والريزيستنس ارم بكام يا اولاد؟ ب 2 متر. يبقى معايا الافورت ارم بكانت كام يا اولاد؟ 1.5 متر. ومعانا الريزيستنس ارم او اللود ارم اللي هي الريزيستنس ارم يعني ب 2 متر. هو عايز الماس بتاع البوي. اجيبه ازاي يا دكتور؟ اجيبه ازاي يا دكتوره؟ ركز كده في معايا. بص يا صديقي، انت كده كده انا وانت عارفين اللي احنا معانا قانون مشهور جدا بيقول لنا لو اوف ليفرز. سمع لي كده اللو اوف ليفرز بيقول لك ايه؟ بيقول لك، لا الاكزامبل دي مش عاجباني، ثانيه واحده يا ولاد. ايوه كده احسن. بيقول لك القانون ده، القانون ده زي ما اتفقنا بيقول لك ان effort by its arm او by effort's arm يعني equals resistance by its arm او by resistance arms. حلو. طيب تعالى نعوض. قبل ما اعوض انا لازم اكون عارف ان الايفورت زي ما اتفقت معاك الصفحه اللي قبلها على طول، ان الايفورت دون لازم يتقاس، دي فورس عباره عن قوه. الفورس ده عباره عن ايه يا ولاد؟ فورس. لازم يتقاس بالايه؟ بالنيوتن، زي الويت، الوزن. الفكره ان هو مش مديني الويت، هو مديني الماس بتاع المان. خلي بالك الماس بتاع المان هنا لو جبت الويت بتاعه هعرف الفورس بتاعه.
فعشان اجيب الايفورت بتاعه هجيب الويت بتاع المان. عشان اجيب الويت بتاع المان كده على جنب اهو، هعمل الماس بتاع المان زي ما انت واخد قبل كده. عشان تجيب الويت بتعمل ايه؟ بتعمل الماس باي الجرافيتي او باي 10. يعني الماس بتاع المان كام؟ كتلة الراجل كام يا ولاد؟ 60 باي الجرافيتي. الجرافيتي بكام؟ ب 10. 60 باي جرافيتي، 60 باي 10 تطلع كام يا ولاد؟ تطلع 600 نيوتن اللي انا عايزها، نيوتن. كده انا الحمد لله جبت الفورس بتاعتي بالنيوتن اهو. يبقى انا كده صديقي معايا زي ما اتفقت معاك الايفورت بكام؟ الايفورت بتاعي هو ب 600 باي الايفورتس ارم. الايفورتس ارم عندك بكام اهي؟ 1.5 ايكوالز الريزيستنس. الريزيستنس ده هو الويت بتاع البوي. الريزيستنس هو الويت بتاع البوي اللي انا عايز اجيبه، فانا مش عارف هو بكام. تمام؟ فاسيبها ال، اخسر الريزيستنس ال باي الريزيستنس ارم. الريزيستنس ارم بكام يا ولاد؟ ب 2. تعملها لي كده ايكوال 600 باي 1.5. استنى اجيب الكالكوليتر يا ولاد. تعمل كده 600 باي 1.5 كالكوليتر. 600 باي 1.5 ايكوال 900. يبقى 900 اهو، عملت ده باي ده 600 باي 1.5. 600 باي 1.5 تطلع 900 باي 2ال. معلش يا ولاد، لو انت كنت بتحل ماث وبدا ال دي كانت اكس، 900 ايكوال 2 اكس، كنت هتعمل ايه؟ هتقول لي يا مستر هعمل دي ديفايدد 2 واعمل دي ديفايدد ايه؟ 2. فال2 دي تروح مع ال2 دي. لو بدل ال كانت اكس صح حبيبي، هي عامله زي كويشن ماس بالظبط كده. 1000 مليون مبروك. هتعمل 900 ديفايدد 2 تطلع لك ال. فال هنا كده هتطلع لك كام؟ تعمل 900 ديفايدد 2 فال تطلع 450 نيوتن. كده انت جبت الويت بتاع البوي. عايز بقى اجيب الماس. طب ما انت عارف ازاي تجيب الماس من الويت حبيبي. هو انا عشان اجيب الويت من الماس، عشان اجيب الويت من الماس عملت ايه؟ باي 10. طب لو عايز الماس من الويت، يبقى بدل ما اعمل باي 10 هعمل ايه؟ ديفايدد 10 اكس. انا كده جبت ايه يا صديقي؟ جبت الريزيستنس. فلما عايز بقى الريزيستنس ده يا ولاد اللي هو يعتبر الويت ده، كده يعتبر الويت بتاع البوي. انا عايز الماس بتاع البوي بقى. قانون الماس بتاع البوي هيبقى ايه يا ولاد؟ الماس بتاع البوي ايكوال الويت بتاع البوي اللي انا طلعته بكام؟ 450 ديفايدد جرافيتي. ديفايدد ايه يا ولاد؟ الجرافيتي. والجرافيتي انت عارف ان هي كانت بكام يا صديقي؟ الجرافيتي كانت بكام؟ كانت ب 10. يبقى الويت بتاع البوي 450 اهو، ديفايدد الجرافيتي اللي هي كانت كام يا ولاد؟ ديفايدد الجرافيتي كانت 10، تطلع 45 كيلو جرام. وكل سنه وانت طيب، طلعنا الماس بتاع البوي اللي هو كان عايزه. شكرا. شفت مساله جميله ازاي؟ مساله تبان لك صعبه بس اقسم بالله تفهم مش اي حاجه. انت عملت ايه؟ قانون ثابت وعوضت فيه، اكنك بتحل مساله ايكويشن في ماث. ايكويشن حرفيا ايكويشن، بتعوض في ده وتعوض في ده. بس في الاول عشان اعوض لازم اجيب الويت. ليه اجيب الويت؟ عشان هو اداني بالماس، وانا في القانون ده لازم اشتغل بالنيوتن، والماس ده بالكيلو جرام. عشان اجيب النيوتن يعني بجيب الويت. اجيب ازاي الويت من الماس؟ سهله جدا. عشان تجيب الويت بتعمل ماس باي 10 او ماس باي جرافيتي، وكده كده الجرافيتي ثابته بكام؟ ب 10. فقلت ماس باي 10 او ماس باي جرافيتي مش فارقه، لان الجرافيتي ثابته ب 10 او 9.8. تمام يا ولاد؟ بس ف 60 باي 10 طلع 600. طلعت 600 والايفورت ار موجوده عندك ايكوال الريزستنس اللي انا عايز اجيبها باي ريزستنس ار بكام يا ولاد؟ ب 2. ده على الكالكوليتر يطلع 900 ايكوال 2ال. اعتبرها ايكويشن ماس. تعمل عشان تخلص من 2 ديفايدد 2 ديفايدد 2 كده اللي طلعت كام يا ولاد؟ 450 نيوتن. ده الويت. انا عايز اجيب الماس، بدل ما اعمل باي 10 هعمل ديفايدد 10. 450 ديفايدد 10 45 كيلو جرام. فل قوي. ده يا اولاد اللو اوف ليفرز. وهتلاقي المساله برضو محلوله عندك هنا اهي. تطلع في الاخر يا اولاد 45 كيلو جرام. طيب طبعا يا اولاد بيقول لك the weight of an object is the force of gravity acting on it. زي ما اتفقت معاك الويت هي دي الفورس يا اولاد، والويت ده بيتقاس بالايه؟ بالنيوتن. وعشان اجيب الويت زي ما اتفقت معاك بعمل ايه؟ لسه قايلين في المساله بعمل ايه في الويت؟ ماس باي جرافيتي. خلي بالك القانون ده واخده من اولى اعدادي. قانون الويت ايكوال ماس باي 10 انت واخده من اولى اعدادي، مش قانون جديد اصلا.
ده انت واخده من اولى اعدادي واخدته كمان في الترم الاول، لو انا متذكر صح اخدته كمان في الترم الاول. طيب تعالى بقى نعرف يا اولاد انواع الليفرز، نعرف انواع الليفرز والليفرز في جسمنا والميكانيكال ادفانتج، والدرس يكون خلص. هي بالكتير نص ساعه. انا شايفك اللي بتجري الصوره على 2 اكس و 3 اكس. طب بذمتك وبذمه اهلك، انت مشغل لي الفيديو على 2 اكس و 3 اكس و 4 اكس، تجي لي بعد الفيديو تقول لي يا مستر انا شفت الفيديو 6 مرات بس جبت صفر. يا راجل ما انت عشان شايفه على 2 اكس و 3 اكس انت مش بتتعلم، انت كده بتعمل راب تعليمي، عمال اللي هو امينيم. ايه يا عم في بالراحه، ما انت مشغل على 2 اكس و 3 اكس ماشي، انت بتجيب صفر. ما انت مش بتلقط معلومه، انت شايف راب تعليمي صاروخ. ايه يا عم بالراحه يابا، كل سنه طيب، احنا داخلين على العيد يابا، كل سنه طيب بقى بالراحه. طب كده نخلص يونت 2 عشان ده غير 3 و4 يعني خلاص داخلين على الاخر. هتفضل تجاريني على 2 اكس و 3 اكس لحد امتى؟ التم ولا اجيب لك طامه؟ ايه يا عم بالراحه، لا الله. يلا يا عم نبدا في التايبس اوف ليفرز، انواع الليفرز. نبدا في انواع الليفرز يا صديقي، يلا بينا نبدا في انواع الليفر. طيب يلا بينا نبدا في انواع الليفر. طب يا صديقي تعالى بقى نبدا في التايبس اوف ليفرز، انواع الليفرز. احنا مقسمين الليفرز ل 3 كلاسز او 3 تايبس، يا فيرست تايب او فيرست كلاس، او سكند تايب او سكند كلاس، وثيرد تايب او ثيرد كلاس. فاحنا مقسمينهم لكام تايب؟ هو هتلاقيهم عندك فيرست تايب، سكند تايب، ثيرد تايب. طب مقسمينهم على حسب ايه يا مستر؟ بقى تعالى كده يا دكتور نعرف، تعالى كده يا دكتور نعرف مقسمينهم على حسب ايه. تعالى نبدا ب الفيرست تايب ليفرز. هو اسمه كده، اسمه فيرست تايب، هو اسمه كده فيرست تايب ليفرز، هو اسمه حرفين كده فيرست تايب، ده اسمه الفيرست تايب ليفرز يا ولاد. دي الليفرز اللي بنلاقي فيها زي ما اتفقت معاك مين في النص؟ الفالكرم في النص. دي الليفرز اللي بنلاقي فيها الفالكرم في النص، والافورت في ناحيه، والريزيستنس او اللود في الناحيه الثانيه. زي بالظبط كده هو السيزورز، المقص. ايه ده يا مستر مقص؟ المقص ليفر؟ اه طبعا يا ولاد، ما انا قلت لك الليفرز دي ادوات كتير قوي، منهم المقص. بص كده على المقص، عايزك تركز في المقص، بص كده على المقص ركز فيه. بص مين موجود في النص؟ مين ده؟ ده الفالكرم بتاعنا اهو، النقطه اللي في النص دايره دي الفالكرم بتاعتنا. وانا دلوقتي الحته اللي تحت دي ده كده ايه ده؟ الافورت اللي انا بعمله، المجهود. وهنا بيكون في مين بيتقطع؟ اللود او الريزيستنس. فهمت الفكره يا ولاد؟ فبالتالي يا ولاد ده فيرست كلاس ليفر زي السيزرز، الفالكرم عندي في النص، عندي الافورت في ناحيه، الافورت موجوده في ناحيه، والريزيستنس في ناحيه ايه يا ولاد؟ في ناحيه ثانيه. يبقى يا ولاد زي السيزرز زي المقص. يبقى تاني يا ولاد فيرست كلاس ليفر دي بيكون الفالكرم هو اللي موجود في النص. الفالكرم موجود في النص زي السيزرز، عندك فالكرم في النص. عندك السوينج مرجحه، الفالكرم موجود في النص، ادي ايفورت ولود. عندك الكروبار، ادي الفالكرم موجود في النص وادي الايفورت وادي اللود. عندك البلايرز، البلايرز يا اولاد تمام برضو الفالكرم موجود في النص اهو، وادي الايفورت اهو وادي الريزيستنس اهي او اللود اهو. فبالتالي يا اولاد زي ما انت شايف في الفيرست كلاس ليفر الفالكرم از ان ذا ميدل ما بين الايفورت والريزيستنس. طيب ده كده الفيرست تايب. تعالى على السكند تايب. السكند تايب بقى يا اولاد الله فيها حاجه عجيبه. تعالى على السكند تايب ليفرز. في السكند تايب ليفرز تعالى كده نشوف مين هيبقى موجود في النص المره دي. اهو اهو في السكند تايب ليفرز يا ولاد هنلاحظ حاجه عجيبه. هنلاحظ ان الريزيستنس هو اللي بقى موجود في النص، والفالكرم في ناحيه والافورت في ناحيه تانية. هتلاقي مثلا هنا الافورت وهنا الفالكرم مثلا، او العكس مش فارقه. بس الفكره كلها انك هتلاقي الفالكرم في ناحيه والافورت في الناحيه الثانيه، فانت عندك هنا افورت وعندك هنا فالكرم. بس مين بقى في النص المره دي؟ الريزيستنس هي اللي بقت في النص يا ولاد. انما في الفيرست تايب الفالكرم هو اللي كان في النص. طب مستر دول زي مين؟ دول يا صديقي علامه في دماغك. السكند تايب اي حاجه بتعصر فاكهه، بتعصر الفاكهه، او اي حاجه بتكسر. تاني اي حاجه بتعصر او بتكسر بنعتبرها سكند تايب. زي ايه مثلا؟ زي النات كراكر، كسرت جوز الهند. بص كده كسرت جوز الهند يا ولاد، او مش كسر جوز اللي كسرت عين الجمل، انا اسف كسرت عين الجمل، او اللي هي بتكسر النتس يعني. تمام بص كده يا ولاد
عندك اهو عين جمل في النص، انت بتمسك من ناحيه، ادي الافورت، ادي الافورت اهو اللي حصل ده اهو، ادي يا اولاد الافورت اهو، شايف الافورت انت بتدوس هنا، وادي الريزيستنس في النص، وادي الفالكرم من الناحيه الثانيه، شفت؟ او الليمون سكويزر، عصاره الليمون، الافورت اهو في طرف والفالكرم في الطرف الثاني، والليمونه اللي هي تعتبر الريزيستنس اللي عمل عليها مجهود عشان اعصرها موجوده في النص، او البوتل اوبنر، فتاحه العلب، برضه نفس الفكره، الافورت الايد اللي انا همسكها واشد، الفالكرم موجود هنا، والريزيستنس العلبه اللي افتحها في النص، او حتى عصاره البرتقال زي عصاره الليمون بالظبط. فاي حاجه بتعصر فاكهه، اي حاجه بتفتح بتكسر، اعتبرها سكند تايب. حتى الجاردن كارت اللي هي عربيه الايه، الجاردن اللي بيحطوا فيها كده الرمله في النص، عندك ادي الفالكرم اللي هي العجله، والافورت الموجود اللي انا بعمله في الاول، ومين موجود في النص اللي بحركه؟ اللود او الريزيستنس، الرمل ده الريزيستنس بتاعنا. فبالتالي يا ولاد زي ما انت شايف في السكند تايب الريزيستنس هو اللي بقى في النص المره دي. تعالى بقى على الثيرد تايب يا ولاد، الثيرد تايب ليفرز، اخر نوع من الليفرز. في الثيرد تايب ليفرز يا ولاد هنلاحظ حاجه عجيبه جدا 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 جدا. بص كده يا ولاد، هنلاحظ ان اللي موجود في النص بقى الافرت هو اللي بقى في النص. وعندك الفالكرم في ناحيه والريزيستنس في ناحيه تانية، بس مين بقى موجود في النص المره دي؟ الافرت. ايه ده يا مستر، ازاي موجود يبقى في النص؟ زي التويزرز اللي هو الملقاط. بص كده اجيب لك الملقاط اهو، تعالى كده اخرجه لك، ده ملقاط. بص كده يا ولاد الملقاط ده ملقاط اهو، شايفين الملقاط؟ ركز فيه. بص كده على الايفورت او المجهود اللي انا بعمله، انا بضغط فين؟ بضغط فين؟ اهو، بضغط في النص، الايفورت بتاعي اهو في النص، وادي الفالكرم اهي في ناحيه، والريزيستنس الشعرايه اللي انا هشيلها في الناحيه الثانيه اهو، ده ليفر. شفت؟ ده يعتبر ثيرد تايب. طب ليه ثيرد تايب؟ عشان الايفورت بتاعي في النص. واحد يقول طب مستر ممكن تضغط من ورا، اهو بص هضغط من ورا مفيش حاجه هتحصل، بس بضغط من ورا ما بيتحركوش، عشان مين ورا هنا؟ ده الفالكرم يا صاحبي، ده الفالكرم. انما الايفورت اهو في النص والريزيستنس هنا، فادي الريزيست، بص اهو ادي الريزيستنس، الايفورت، وادي الفالكرم. فبالتالي الايفورت هو المره دي بقى في النص. فاحنا كده يا صديقي مقسمين الليفر لكام نوع؟ لثلاثه، حسب مين موجود في النص. لو الفالكرم يبقى فيرست تايب، لو ريزيستنس يبقى سكند تايب، لو ايفورت في النص يبقى ثيرد تايب. زي التويزرز. يبقى تاني الثيرد تايب زي مين يا ولاد؟ زي التويزرز اللي هو الملقاط، او تنس راكت، او التونجز اللي هو الكماشه، تمام، او البروم اللي هي الايه؟ المكنسه، حتى ليفر. تمام يا ولاد، الايفورت هو موجود في النص، بمسك المكنسه من النص، تمام، والفالكرم بيبقى فوق والريزيستنس تبقى تحت. طيب كده يا ولاد عرفنا انواع الليفرز. تعالى بقى ناخد الميكانيكال ادفانتج. يعني ايه ميكانيكال ادفانتج؟ يعني نعرف كده الليفر دي بتسيف ايفورت قد ايه. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ بص يا ولاد، بص يا صديقي، تعالى ناخد حاجه اسمها ميكانيكال ادفانتج. بص كده يا صديقي، ميكانيكال ادفانتج. يعني ايه ميكانيكال ادفانتج؟ ميكانيكال ادفانتج دي بتقول لنا هي الليفر دي بتوفر مجهود قد ايه. يعني ايه يا مستر؟ بص يا صديقي، في حاجه معانا اسمها ميكانيكال ادفانتج. ادفانتج يعني ميزه، وميكانيكال يعني ماشين، جاي من ماشين، آلة. ميزة الآلة، ميزة الآلة دي بتقول لك how much a liver saves effort. الآلة دي بتوفر مجهود قد ايه؟ ده الميكانيكال ادفانتج. مع كامل احترامي ليك، هو الليفرز كلها بتوفر نفس المجهود؟ تقول لي لا يا مستر على حسب الليفر. اقول لك حلو قوي، يعني كل ليفر بتوفر مجهود مختلف عن التاني، صح؟
طب كميه المجهود اللي بتوفره دي، كميه المجهود اللي هتوفره، الافورت اللي هتسيفه، اسميه بايه؟ اسميه باسم ميكانيكال ادفانتج. فلو جيت سالتك واتس ميكانيكال ادفانتج، it shows how much a lever saves effort. how much a lever saves effort. كميه الافورت اللي الليفر دي بتسيفه، بتوفر المجهود ده. طب نحسبها ازاي يا مستر؟ عشان تحسب الميكانيكال ادفانتج هكتب اختصار الميكانيكال ادفانتج ام ميكانيكال ايه، ميكانيكال ادفانتج. مش عليك في المنهج، اكتبها بس اختصارا للوقت مش اكتر، هي مش عليك في المنهج، انا لما اكتبها اختصارا للوقت يبقى ام ايه يعني ميكانيكال ايه ادفانتج. عشان تجيب الميكانيكال ادفانتج يا صديقي هتعمل الريزيستنس اوفر الافورت. لما تعمل ده ديفايدد ده هيطلع لك الميكانيكال ادفانتج. وليها قانون تاني، بص كده، اور قانون تاني، قانون تاني. يعني ممكن تستخدم القانون ده صح، وفي قانون تاني. القانون التاني بيقول لك ممكن تعمل الافورت arm over الريزيستنس arm. مستر معلش امتى استخدم القانون ده وامتى استخدم القانون ده؟ اقول لك حالا. عزيزي الطالب، القانون ده ريزيستنس وايفورت اللي هم بيتقاسوا بالنيوتن، عشان دي قوه. الايفورت والريزيستنس دول القوه زي الويت بيتقاسوا بالنيوتن. انما ده ارم، مسافه، ديستانس، دي ديستانس، والمسافه هنا تتقاس بالايه؟ بالمتر، بالمتر او السنتيمتر او مليمتر ان كان. الفكره كلها زي ما انت شايف يا اولاد، انا بستخدم القانون ده او القانون ده، يعني ده او ده، مش الاثنين مع بعض. بستخدم القانون ده او القانون ده عشان اجيب الميكانيكال ادفانتج. تعال ناخد كده مثال، ناخد مثال يبقى ريزيستنس على الايفورت او ايفورت ارم على ريزيستنس ارم. بص كده العكس يا صديقي، يعني العكس، الاثنين عكس بعض، يا اعمل ريزيستنس على ايفورت يا اعمل ايفورت ارم على ريزيستنس ارم. تعال ناخد مثال، بص كده مثال يا ولاد، مثال. عندك اهو مثال، ايه رايك ده الابلكيشن ده والتطبيق دون. افورس او ايفورت بقوه 1000 نيوتن acted on a car weighting 15000 نيوتن. يعني انا عملت مجهود 1000 نيوتن عشان ارفع عربيه وزنها كام؟ 15000 نيوتن. شفت انا قلت ايه؟ نيوتن. to lift it up from the sand. therefore عايز الميكانيكال ادفانتج. ازاي اجيب الميكانيكال ادفانتج؟ تعالى كده نجيب الايفورت اللي هو مديهولي والريزستنس اللي هو مديهولي. خلي بالك الكار او العربيه اللي عايز ارفعها تعتبر الريزستنس او اللود، تمام؟ فتعالى كده نديني كل حاجه ومديها لي. بيديني الايفورت بتاعي ب 1000 نيوتن، ومديني الريزيستنس او اللود بتاعي ب 15000 نيوتن. معلش يا ولد، مدوني بالنيوتن ولا بالمتر؟ بالنيوتن، ده مديني الفورس. يبقى استخدم انهي قانون؟ القانون ده، القانون اللي بيقول لي ريزيستنس على ايفورت. يبقى عشان اجيب الميكانيكال ادفانتج هعمل الريزيستنس على الايفورت. الريزيستنس معايا بكام اهو يا ولاد؟ الريزيستنس معايا بكام؟ ب 15000. الريزيستنس هو اللود 15000 والايفورت بكام؟ ب 1000. تعمل ده اوفر ده يطلع لك 15. يطلع كام يا مستر؟ 15. طب ايه المشكله يا مستر؟ عزيزي الطالب، ده معناه ان الميكانيكال ادفانتج بكام؟ ب 15. طب ايه المشكله يا مستر؟ معلش يا ولاد، هو انا قلت لك يعني ايه ميكانيكال ادفانتج؟ يعني how much a lever saves effort، كميه المجهود الليفر بتوفره. طب هي كده الليفر دي بتوفر مجهودي كم مره؟ 15 مره. انا فهمت يا مستر، يعني الدوسه اللي انا هدوسها الليفر هتزود الدوسه بتاعتي دي، قوه الدوسه بتاعتي دي هتزودها 15 ضعف قوتي الاساسيه. الله ينور عليك، فهمت الفكره؟ فانا هدوس الدوسه في الليفر، الليفر دي هتزود الدوسه بتاعتي كم ضعف؟ 15 ضعف زياده. يعني العربيه هتترفع لفوق بزياده ب 15 ضعف قوتي. فهمت الفكره؟ ده معنى كلمه ميكانيكال ادفانتج، هتوريني هتسيب ايفورت قد ايه. فهمت بقى الفكره يا ولاد؟ انا فهمت يا مستر. يعني يا مستر الميكانيكال ادفانتج لو طلعت مثلا ب 3، لو طلعت ب 3 مثلا، ده معناه يا مستر ان القوه بتاعت الليفر هتكون 3 اضعاف قوتي، صح كده؟ الله ينور عليك، 3 اضعاف الايفورت. لو طلعت مثلا ب 5 فده معناه ان الليفر هتبقى 5 اضعاف الايفورت بتاعي، صح كده؟ الله ينور عليك. فهمت بقى الفكره يا ولاد؟ وهكذا.
فبالتالي يا ولاد that is the force increased by كام تايم يا ولاد؟ 15 times its value. يعني ليفر هتزود الفورس بتاعتك كام مره؟ 15 ضعف الفاليو بتاعتك. فهمت الفكره يا ولاد؟ طيب ده كده يا مستر كلام جميل جدا. طب مستر معلش، يعني الميكانيك ادفانتج لو طلعت ب2 يبقى قوتي هتزيد الضعف وهكذا صح؟ طب مستر افرض الميكانيكال ادفانتج بتاعتي طلعت ب1. لو الميكانيكال ادفانتج طلعت ب1 بالظبط، ده معناه ان الليفر بتديك نفس المجهود اللي انت بذلته، ما زودتش المجهود. عشان تزود المجهود لازم الرقم يطلع اكبر من 1. يعني انت طلع 15 يبقى الميكانيكال ادفانتج بتزود 15 مره. طب لو طلع ب1 يبقى الميكانيكال ادفانتج مش موجود. يبقى انا كده ايه يا مستر ده؟ يبقى كده الليفر بيديني نفس طاقتي بالظبط كده. طب مستر افرض الميكانيكال ادفانتج طلع مثلا 0.5، ده كده يا مستر معناه ان الليفر هتديني مجهود اقل من مجهودي بالظبط كده. يعني انت هتدوس الدوسه، الليفر هتديك نص الدوسه اللي انت دوستها. ايه ده يا مستر؟ ده كده الميكانيكال ادفانتج بتاعها وحش جدا. دي كده مش بتوفر مجهود، دي كده بتحتاج مني مجهود اكبر. الله ينور عليك. فميزه الميكانيكال ادفانتج ان هي بتوريني هل الليفر دي بتوفر المجهود ولا مش بتوفره. هي دي فكره الميكانيكال ادفانتج. بص يا ولاد، زي ما اتفقت معاك، الميكانيكال ادفانتج ليها 3 حالات: يا تطلع اقل من 1، يا تطلع اكبر من 1، يا تطلع قد ال1 بالظبط. تعرف الفرق ازاي يا مستر؟ بص يا ولاد، بص كده يا ولاد، يبقى تاني الميكانيكال ادفانتج ممكن تلاقيها 3 حالات. الميكانيكال ادفانتج بتاعتنا ممكن تكون اكبر من 1، او ممكن تكون اقل من 1، او ممكن تكون ايكوال ل1 بالظبط. طب ايه الفرق يا مستر؟ بص يا صديقي، لما الميكانيكال ادفانتج يكون اكبر من 1، يعني مثلا ب2 ب3 ب4، فلو مثلا الميكانيكال ادفانتج مثلا ب4، اي رقم اكبر من 1 ب4 مثلا، ده معناه ان انا هدوس الدوسه، الليفر هتديني 4 اضعاف 4 تايمز الدوسه بتاعتي. فدي كده ميكانيكال ادفانتج عاليه. يعني طالما طلعت اكبر من 1 حتى لو 1.5 بس طلعت اكبر من 1، يبقى الليفر دي الحمد لله الحمد لله هتوفر مجهود وهتديني مجهود اكبر من مجهودي. يبقى هتسيف ايفورت، سيفز ايفورت، هتوفر مجهود. انما لو اقل من وقت، لا مش هتوفر، دي هتحتاج مجهود زياده. يبقى دي يا صاحبي doesn't save effort، ما توفرش مجهود. طب لو قد ال1 بالظبط نفس الفكره، doesn't save effort، مش هتوفر مجهود. ان هي قد 1 بالظبط، يعني قد قوتك، قد قوتك بالنص. فليه كده وفرت مجهود او عملت مجهود زياده؟ لا، دي هي يبقى doesn't save effort. طيب لو الميكانيكال ادفانتج اعلى من 1، اني ليفرز تعمل كده؟ عارف يا اولاد اني ليفرز دايما بتتصنع بيكون الميكانيكال ادفانتج بتاعها اكبر من 1؟ الليفرز اللي بتحتاج مني اكثر حاجه، او اعصر الفاكهه. فاكر النوع، مش انت واخد 3 انواع من الليفرز، الفيرست تايب السكند تايب الثيرد تايب؟ اني نوع دايما بنعصر بيه ليمونه، او بنكسر عين جمل عشان تكون صعبه. فبحتاج كده يا صديقي حاجات بتكون ايه، اشد واصعب شويه، صح؟ مين بقى دول؟ السكند ايه طيب. يبقى الميكانيكال ادفانتج اعلى من 1، فده يا صديقي زي مين؟ زي السكند تايب ليفرز، عشان دايما بيكسروا حاجه او بيعصروا فاكهه او غيره وغيره وغيره وغيره. فهمنا الفكره يا صديقي؟ طيب تعالى على الميكانيكال ادفانتج ليس ذان 1. عارف دايما مين الليفرز اللي الميكانيكال ادفانتج بتاعها بيكون اقل من 1 او بتحتاج منك مجهود كبير جدا؟ عارف مين؟ الثيرد تايب. الثيرد تايب ما بتوفرش مجهود. طب مستر معلش، هو انا ليه ممكن اعمل ليفرز ما بتوفرش مجهود، بالعكس بتحتاج مني مجهود اكبر؟ هقول لك ليه. لان الليفرز دي زي كده الادوات الجراحيه، الغلطه فيها بفوره، فبالتالي ما ينفعش توفر المجهود عليه.
محتاجه منك مجهود زياده علشان بتكون دقيقه. زي بالظبط مين؟ التويزرز اللي هو المنقاط، ما ده ثيرد تايب. المنقاط يا ولاد لما بدوس هنا، انت نفسك هتحس لو معاك منقاط ودوست عليه، انت نفسك هتحس ان انت بتدوس هنا، بتحس ان الموضوع يعني مش موفر مجهود، لا ده محتاج مجهود كبير بالظبط كده. فدي مش بتوفر مجهود، محتاج منك مجهود زياده. فدي ورثه الثيرد تايب ليفرز بنستخدمها لاسباب مهمه جدا. بنستخدمها يا اولاد للبريسايس، يعني دقه، ودينجرس ورك، العمل الدينجرس والبريسايس. زي مثلا التويزرز، الملقاط، عمل دقيق. انت بتكون مثلا عايز تشيل شعرايه معينه، فالشعرايه المعينه دي لازم تكون ايه؟ دقيق جدا، بريسايس، بتصنعهم. او دينجرس زي التونجز، الباربيكيو تونجز اللي هو الكماشه، الكماشه بتاعت الباربيكيو، الباربيكيو تونجز، الكماشه زي حتى بتمسك بيها الحاجات المقليه على الزيت، بتاخد منك مجهود زياده لان انت بتتعامل مع حاجات دينجرس، خطره. فهمت بقى الفكره؟ طيب هنا يا صديقي، طب مستر كده هنا سكند تايب وهنا ثيرد تايب، ناقص مين؟ فيرست تايب. بص يا ولاد، في شويه في الميكانيكال ادفانتج، بص كده، some فيرست تايب. ساعات الفيرست تايب يا ولاد ليفرز، الفيرست تايب ليفرز ممكن تلاقي منهم حبه كده وحبه كده. ايه ده يا مستر؟ يعني في فيرست تايب ليفرز ممكن يكونوا ميكانيكال ادفانتج اعلى من 1، وفي فيرست تايب ليفرز ميكانيكال ادفانتج اقل من 1؟ بالظبط كده. طب مستر في الميكانيكال ادفانتج اعلى من 1 مين بيكون اعلى من مين؟ طبعا يا صديقي بص هنا، في الميكانيكال ادفانتج يا اولاد لما يكون اعلى من 1 بسيف ايفورت، معناها ان الايفورت اقل من الريزيستنس. تاني معناها ايه؟ ان الايفورت اقل من الريزيستنس اهو، الايفورت يكون هنا اقل من 1. انا اسف ثانيه واحده عشان بس ايه اعلى من 1، انا اسف اعلى من مش اقل من 1. زي ما كنا بنقول الايفورت يكون اقل من الريزيستنس، انما هنا لا، هنا هتلاقي يا صديقي ان الايفورت اللي انا ببذل مجهود كبير جدا بيكون اعلى من الريزيستنس. خلي بالك انا قايل لك من شويه في الميكانيكال ادفانتج، والله قايل لك من شويه ان الايفورت على الريزيستنس عكس مين؟ الايفورتس ار مع ريزيستنس ار. فلما اقول لك ان الايفورت اقل من الريزيستنس، ده معناه يا صديقي ان الايفورتس ار اعلى من الريزيستنس ار. وهنا نفس النظام، الافورتس ارم اقل من الريزيستنس ارمز، يعني بنعكس. تمام يا ولاد؟ بنعكس. طيب لو الميكانيكال ادفانتج ايكوال تو 1، ده معناه يا صديقي ان الافورت والريزيستنس قد بعض، والافورتس ارم والريزيستنس ارم برضو قد بعض. ده زي الفيرست تايب، الميكانيكال ادفانتج ايكوال 1 ده زي الفيرست تايب يا ولاد، تلاقيهم مكتوبين عندك اهو. تمام؟ الثيرد تايب دول نو ايفورت سيف اقل من 1. طيب السكند تايب زي النوت كراكر او البلايرز دول اعلى من 1 ايفورت سيفد، ايفورت اقل من ريزيستنس، او الايفورت ارم اعلى من ريزيستنس ارم. هنا بس نعمل تصحيح، هنا عامل لك ميكانيكال ادفانتج اعلى من 1، شايف اعلى دي اشطبه يعمل ايكوال، ميكانيكال ادفانتج ايكوال لل1. هنا نو ايفورت سيف برضه، ايفورت قد ريزيستنس، ودي يا اولاد ايه؟ فيرست تايب برضه، انواع من الفيرست تايب، واللينكس بتاع الايفورت ارم قد اللينكس بتاع الريزيستنس ارم. طيب كلام جميل جدا 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 جدا. طبعا يا صديقي عندك حاجه اسمها الكلو هامر اللي هو الشاكوش. الكلو هامر او الشاكوش بيقول لك ايه يا اولاد؟ بنستخدمها عشان نقوي المالتيبلاي فورس بتاعتنا، فبالتالي هو طبعا ميكانيكال ادفانتج اعلى من 1 ان هو بيوفر مجهود. ليه بيوفر مجهود؟ لان انا بشيل بيه مسمار، فبالتالي بيعمل مجهود زياده. تمام؟ فبيعمل مجهود، يعني انت بتعمل قوه هو بيطلع القوه دي اكبر، مالتيبلايز الفورس يعني بيطلع قوه اكبر، يبقى ميكانيكال ادفانتج اعلى من 1 وش. تمام؟ وعشان نشيل النيل من الوود ويعتبر فيرست تايب ايه؟ ليفر. ان اول فيرست تايب ليفرز، في جميع انواع الفيرست تايب ليفرز نلاحظ حاجه غريبه جدا، ان دايركشن اوف موشن تشينجز، اتجاه الموشن بيتغير. تمام؟ because the direction of resistance is opposite to the applied force او effort. طب تعالى على الثيرد تايب ليفرز كده سريعا، زي ما اتفقت معاك الثيرد تايب ليفرز ميكانيكال ادفانتج بتاعه بيكون ماله اقل من 1، فبالتالي دو نوت سيف ايفورت، زي ما اتفقت معاك مش بيسيفوا ايفورت. بنحتاجهم امتى؟ في البريسايز والدينجرس ورك، بريسايز ودينجرس، بريسيجن او بريسايز عن الدقه زي التويزرز الملقاط، ودينجرس زي الباربيكيو تونجز او الكماشه بتاعت الباربيكيو او بتاعت الزيت. عندك كده كويشن وانسر سريع ما تجاوبها.
question and answer 3 كده متجاوب. بيقول لك ايه question and answer ده يا ولاد؟ اقرا كده معايا. A garden cart carries 900 نيوتن of sand. 900 نيوتن من الساند، ده الريزيستنس او اللود بتاعنا. حلو يا ولاد؟ ماشي. كده حلو اهو. ماشي، كلام جميل جدا. يبقى 900 نيوتن اوف ساند، ده الساند ده كده 900 نيوتن اوف ساند ده يعتبر الريزيستنس او اللود او الريزيستنس يعني، ها؟ الريزيستنس او اللود. طيب الديستنس فروم ذا ويل او الفالكرم يعني to the sand resistance، يعني بالبلدي كده distance يعني مسافه وتتقاس بالمتر، يبقى دي resistance R، دي الريزيستنس R. طيب والمسافه يعني arm ما بين الويل to the effort 1.2، يبقى دي efforts arm. كده معايا resistance arm، effort arm والresistance نفسها. طيب اول سؤال بيسالني what type of lever is used، دي نوعها ايه؟ first type ولا second type ولا third type؟ بص كده يا صديقي، انت عندك الفالكرم اهو، ادي الفالكرم في ناحيه، وادي الافورت هنا في ناحيه، والريزيستنس في النص. هو لو الريزيستنس في النص يبقى دي انهي تايب؟ سكند تايب. يبقى دي يا ولاد ذا جاردن كارد از ايه يا ولاد؟ سكند تايب. افتكر لازم تكون حافظ الانواع. قلت لك سكند تايب يبقى ريزيستنس في النص، سكند تايب. طب ليه؟ because the resistance is between، في النص ما بين مين ومين؟ الفالكرم والافورت. ادي الفالكرم وادي الافورت الموجود بتاعنا بزقه، والريزيستنس في النص. طيب does this card save effort؟ هل بتوفر مجهود؟ والله هشوف، هجيب الميكانيكال ادفانتج. لو الميكانيكال ادفانتج اعلى من 1 يبقى بتسيف effort، اقل من 1 يبقى مش بتسيف effort. طب ايه قانون الميكانيكال ادفانتج؟ بص كده يا صديقي، انا معايا efforts ارم موجود والريزيستنس ارم موجود، يبقى هستخدم القانون الثاني مش الاولاني. هستخدم انهي قانون؟ القانون الثاني مش الاولاني، اللي هو بيقول لي ايه يا صديقي؟ بيقول لي الافورتس ارم على الريزيستنس ارم. الافورت ارم عندي بكام؟ ب 1.2. الريزيستنس ارم عندي بكام؟ ب 0.4. ده على ده يا صديقي هيطلع لي 3. طب معلش يا اولاد، بما ان هو طلع 3 يعني الميكانيكال ادفانتج اعلى من 1، يبقى بيسيف ايفورت مش بيسيف ايفورت؟ طبعا يا مستر بيسيف، سيفز ايفورت. حتى بالاماره انا كده بقول ان الليفر دي هتديني 3 تايمز الايفورت بتاعي، يعني الزقه اللي هزقها هي هتديني 3 اضعاف قوه الزقه بتاعتي، فبالتالي 3 اضعاف قوه. تمام يا ولاد؟ فبالتالي طبعا سيفز ايفورت. وعلى فكره انا اقول لك حاجه بسيطه، هي مش دي سكند تايب؟ هو انا قلت لك كل السكند تايب اصلا بيعملوا ايه؟ افتكر كده، قلت لك كل السكند تايب اصلا بيعملوا ايه؟ كل السكند تايب بلا استثناء يا صديقي، بص هنا اهو، بيعملوا ايه؟ سيفز ايفورت. فانت قبل ما تحلها انت عارف اصلا ان السكند تايب هيسيف ايفورت كده كده قبل ما تحله اصلا. بس طيب كده يا صديقي ناقص اخر حاجه، وهي انتجريشن وذ بيولوجي، ويكون الدرس بتاعنا خلص. مش تاخد مني بالظبط 5 دقائق، سهله جدا. الجزء ده سهل جدا جدا، نقرا مع بعضينا يكون الدرس خلص خالص. بص يا ولاد، بيقول لك ايه؟ بيقول لك الليفرز في الهيومن بادي. ايه ده يا مستر؟ جسمنا فيه ليفرز؟ اه طبعا. بص يا صديقي، ليفرز اهي، في ليفرز هنا، حتى رجليك فيها ليفرز، حتى الرقبه عباره عن ليفر. ركز بقى في الكلام ده كله. بص يا ولاد، احنا عندنا السكيليتال سيستم او الجهاز الهيكل العظمي. الهيكل العظمي بتاعنا السكيليتال سيستم ده بيكون فيه البونز بتاعت الجسم كلها. معانا حاجه اسمها جوينت، اكتب معناها جوينت يعني مفصل. المفصل يا ولاد ده المكان اللي بتقابل فيه عظمتين، زي مثلا القلبو. شايف القلبو ده مفصل، النك عباره عن مفصل بتقابل فيه عظمتين. فالمكان اللي بتقابل فيه 2 or more bones بتسميه جوينت، مفصل. المفصل يا ولاد ده مكان بيتقابل فيه ايه يا ولاد؟ عظمتين، مفصل. تمام يا ولاد؟ طيب البادي موفمنت بتحصل يا ولاد، او حركه الجسم بتحصل في الارم والليج والفينجرز. انت ازاي بتحرك ايدك او دراعك او ايدك او رجليك؟ بتحرك ازاي يا ولاد؟ عن طريق الهيكل السكيليتال، الهيكل العظمي مع المسلز، مع العضلات. سكيليتال ماسل باي تو بروسيسز. بص يا ولاد، امسك كده ايدك، خد ايدك هنا، عايزك تعمل ايدك كده. اول ما تعمل ايدك كده هتحس ان عضله الباي دي عملت كونتراكشن، انقبضت. ولما ترجع ايدك تاني هتلاقي العضله دي نامت، عملت ريلاكسيشن. فجسمك
بيتحرك زي ما انت شايف كده، محركه ايدي بيتحرك بطريقتين. حتى امسك هنا، بص كده، حط ايدك كده هنا في الجزء ده كده هنا، واعمل كده، هتلاقي العضله اللي هنا عملت كونتراكشن عشان القلب يتحرك، او عشان الشولدر يتحرك، وعشان يرجع عمل ريلاكسيشن. فبالتالي عضلات جسمك بتعمل كونتراكشن وريلاكسيشن، انقباض واسترخاء، انقباض واسترخاء. عشان تعمل ايه يا اولاد؟ عشان تعمل بادي موفمنت، عشان تتحرك. فانت عضلات جسمك بتتحرك بطريقتين، كونتراكشن وريلاكسيشن. طب مستر ايه المشكله؟ ما هي البونز او العظم دون بيأكت از ليفرز، فالعضلات بتتحرك والبونز ليفر. تمام؟ طيب، وطبعا الليفر اليمنتس عندنا نفس الثلاث حاجات، الفالكرم والافورت والريزيستنس. الفالكرم يا اولاد هي الجوينت، المفصل ده فالكرم، المفصل ده الفالكرم. طيب الافورت ده العضله الكونتراكشن، ما الافورت دون هو العضله اللي بتعمل كونتراكشن، ده مجهود. والريزيستنس الحاجه اللي انا بحركها، الفورسز تو اوفركم. عندك ثلاث امثله كده اهون، عندنا فيرست تايب اللي هو، وسكند تايب، وثيرد تايب. طبعا في الفيرست تايب يا اولاد احنا عارفين الفيرست تايب، في الفيرست تايب احنا عارفين. قبل بس ما اخلص الجزء دون انا حابب اقول لك حاجه. انا الفيديوهات زي دي بتاخد مني وقت ومجهود كبير وعملاق جدا جدا جدا، اقسم بالله مش متخيل. انا بروح بيتي الفجر بس ما عنديش مشكله طالما انت بتستفاد. فانت لو شايف ان الفيديو ده مفيدك وانت استفدت وشايف ان خلاص الدرس كده اتقفل، لما انت كمان، وانا كمان منزل لك حاله تقييمات الاسبوعيه، يعني انت هتلاقي عندي كمان منزل لك حاله تقييمات لحد الاسبوع السادس، وهنزل لك كمان السابع والثامن. فانت شايف ان انا مش قاصر معاك في اي حاجه، والوقت بياخد مني وقت ومجهود كبير جدا، بدل ما انت عملت جري عمال بتجري فيديو كده، ركز بس معايا، اسمع الكلمتين دول بس بعد اذنك، بعد اذنك، بدل ما عملت جري اسمع بس الكلمتين دول. فالمجهود دلوقتي الفيديو ده بياخد مني وقت ومجهود كبير جدا 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 مني. فلو انت شايف اني بستفيد وشايف ان دي حاجه بتفيدك، معلش اكتب لنا كلمه في الكومنتس. الكلمات اللي بتكتبها في الكومنتس او الكومنت بتاعك انا عن نفسي بقعد اقراها، يعني انت اصلا عاده هتلاقي في حد بيرد على الكومنتس، عاده بيكون انا بحب بصراحه افتح الكومنتس واقعد ارد عليها شخصيا، ما بحبش حد يرد عليا الا انا، ما بخليش حد من الناس يقرا من الكومنتس الا انا، بصراحه انا بحب اقعد اقراها. الكومنتس دي لما انا بقراها بتديني دافع ان انا اكمل، يعني بتديني دافع اللي هو ايه ده، انا في حد بيستفاد من الشغل اللي انا بعمله، خلاص انا هفضل مكمل معاه. فلو انت حاسس انك تستفاد وجاب معاك نتيجه، فلا سيب كومنت، اكتب لنا دعوه حلوه. كمان احنا في ايام مفترجه، احنا خلاص ده ممكن تكون اي ليله القدر، فاكتب كده في كومنت دعوه حلوه من قلبك. انا مش بقول لك اللي هو تأفور، لا انا بقول لك كلمه حلوه، عشان الكلمات دي لما احنا بنشوفها وبنقراها بتدينا دافع اللي احنا نكمل، اللي احنا نبذل مجهود اكبر، اللي هو في حد فعلا يا جماعه بيستفاد، انا مش بعمل كل ده على الفاضي، لا ده في حد فعلا بيستفاد من المجهود اللي انا بعمله دون. فالكومنت ده مش هياخد مني وقتك كام، دقيقه 30 ثانيه، بس معانا بيفرق جامد، والله بيفرق جامد، بحيث اللي هو ايه ده، لا في حد يا جماعه بيستفاد. لما تيجي تعمل لايك وتسيب كومنت بتحس يا جماعه الفيديو فرق مع الناس، يا جماعه تعالى نكمل عشان في ناس معتمده علينا، في ناس معتمده علينا وعايزانا نكمل معاهم، فبالتالي بيدينا انرجي او طاقه اللي احنا نكمل حتى لو مش قادرين. فده مش هياخد من وقتك 30 ثانيه، بس معانا احنا بيفرق جامد. طيب تعالى بقى ناخد اخر حاجه، انواع الليفر زي ما اتفقنا في جسمنا، احنا عندنا ثلاث انواع، فيرست سكند ثيرد. في الفيرست تايب يا اولاد زي ما اتفقت معاك في الفيرست تايب، في الفيرست تايب طبعا بيكون مين موجود في النص؟ الفالكرم في النص، عندك الناحيه دي في ايفورت والناحيه الثانيه في ريزيستنس، ممكن يكون الاثنين دول عكس بعض عادي، المهم يكون في مين في النص؟ فالكرم عادي في النص. زي مين يا اولاد؟ زي النك، الرقبه. بص كده اهو، الفالكرم في النص، الايفورت هي العضله، والريزيستنس هو الدماغ. يبقى مين الفالكرم؟ الجوينت اللي هي المفصل، شايفين المفصل اهو، المفصل ده ما بين ايه يا ولاد؟ السكال اللي هو العمود، السكال دي الجمجمه، الجمجمه، والسباين اللي هو العمود الفقري. تمام؟ الريزيستنس هو الريزيستنس ايه هو يا ولاد؟ وزن الجمجمه، الويت اوف الهيد او وزن الدماغ. والافورت بتاعنا مين؟ العضلات، النك ماسلز. طيب تعالى على السكند تايب. في السكند تايب انت عارف ان مين موجود في النص؟ الريزيستنس هي اللي في النص، وعندك الفالكرم في ناحيه والافورت الناحيه الثانيه. سكند تايب عادي جدا. ادي المثال بتاعك اهو، الريزيستنس بتاعنا يا اولاد اهو، شايفين الريزيستنس في النص، وادي الافورت في ناحيه او الفالكرم في ناحيه، وادي الافورت في الناحيه الثانيه، ادي الفالكرم وادي افورت والريزيستنس في النص اهو. بصوا يا ولاد، الفالكرم بتاعنا هو التوز اللي هي الاصابع القدم، اصابع القدم هي اللي موازناك، يعني انت حتى لو ميلت قدام هتلاقي، جرب كده تميل قدام هتلاقي ان التوز بتاعتك هي اللي بترجع لك ورا، التوز هنا عامله زي الفالكرم، هي التوزن. تمام؟ طب الريزيستنس مين هو؟ ما هي رجليك دي شايله ايه يا ولاد؟ ايه الريزيستنس ده يا ولاد؟ يعتبر ايه؟
البادي ويت، وزن الجسم كله. طيب والفورس او الافورت العضلات، العضله دي بنسميها البوستيريور ماسلز، عضلات الرجل الخلفيه اللي هي السمانه، يعني عضله السمانه. تمام. طب الثيرد تايب هنلاقي بقى في الثيرد تايب حاجه غريبه، ان الافورت هو اللي في النص، وعندك في ناحيه في فالكرم والناحيه الثانيه في الريزيستنس. اهي زي الالبو جوينت، مفصل الالبو. مفصل الالبو ده الفالكرم، وانا قلت لك قبل كده الجوينت هو الفالكرم. تمام. الجوينت هو الفالكرم. ادي يا اولاد الجوينت، بص كده الجوينت فين اهو. ادي الجوينت، شايفين الفالكرم في النص. تمام. ادي الفالكرم اهو. تمام. عندك الافورت يا اولاد، مين الافورت بتاعنا؟ الافورت بتاعنا هو العضله. يبقى الافورت بتاعنا هو العضله، ده الافورت دايما، اللي هي هيومرس ماسل. دي اسمها هيومرس ماسل، العضله دي. العضله دي يا اولاد اللي هي بنسميها بالعربي عضله الباي، او بالانجليزي عضله الباي، بنسميها باللاتيني هيومرس ماسل، عضله الهيومرس. طيب والريزيستنس الاوبجكت ان هاند، الحاجه انت ماسكها في ايدك، مش شايف الاوبجكت ان هاند اللي هو القلم مثلا؟ ده الريزيستنس بتاعتي، ده الريزيستنس اللي بشيلها اهي. وده الافورت، وده الفالكرم بتاعي الالبو جوينت. فالالبو جوينت اي جوينت عندي بتكون الفالكرم، احفظها كده، جوينت يبقى فالكرم. طيب ماسلز، ماسلز يبقى افورت، تاني ماسلز يبقى افورت، جوينت يبقى فالكرم. الحاجه اللي بتشيلها دي ريزيستنس، يعني البادي ويت ده ريزيستنس، الاوبجكت ان هاند بشيله ريزيستنس، الويت اوف الهيد وزن الراس ريزيستنس. فهمت الفكره؟ فلازم اعرف مين فيرست تايب، مين سكند تايب، مين ثيرد تايب. وبكده يا صديقي تكون خلصت درس الليفرز. اتمنى الدرس يكون عجبك، هو درس جميل جدا، وكده يكون يونت 2 كلها خلصت. استنانا يا صديقي بعد العيد على طول، عشان بعد العيد على طول اول ما يخلص هنعمل لك حته مراجعه مش هيخرج عنها امتحان الشهر، مراجعه كده في ساعه ونص ولا حاجه، فيها اسئله كتير مهمه هتجيلك في امتحان الشهر باذن الله، باذن الله. فاستنى كده في مراجعه قويه جدا. لو انت عايز المراجعه دي اكتب لي في كومنت يا مستر احنا عايزين المراجعه، وقول لي يعني الجزء عجبك اكتر من يونت 2. كده خلاص يونت 2 خلاص في نيتو خلصت الحمد لله. من الاسبوع اللي جاي هنزل لك مراجعه، وبعدين نبدا في يونت 3 ان شاء الله، وخلاص داخلين على اخر المنهج. احنا في اخر الترم، ابذل مجهود اكبر شويه، خلاص كلها شهر، شهر ونص تاخد اجازتك. وخليك دايما فاكر يا صاحبي ان مع مزون الساينس في السيف زون. سلام.